هديك ضمان على الليد انه يشتري. انت الساعه دي وانت رايح تشتريها لفيت على كام مكان الاول؟ وايد صراحه. الكندوره بتكلفك مثلا 1000 1500 درهم، عشان 1500 درهم بتروح كام مكان وبتسال كام واحد؟ كذا مكان. طيب تخيل بقى ان واحد بيشتري شقه ممكن تكون بتحويشه عمره وممكن يكون استثمار بملايين. انت متخيل انه يبقى زي بتعامله معامله مطعم الشاورما؟ لا السلام عليكم، عندك شقه، طب انا عايز اشتري وابقى عامل حسابي وعلى السوشيال ميديا انه يدخل يشتري. الصياد مش في ايده انه يدفع للمراكب فلوس اكتر صحيح. عشان يقول له السمك موجود فين. صحيح. لكن في انه يحط طعم هنا كتير، يبدا يبني هنا بيئه تجمع سمك مع الوقت عشان يحط صنارته زيه زي باقي الناس اللي حاطه صنارات في البحر كلها بطعم، واللي على يخت واللي قاعد على الارض واللي واخد فلوكه صغيره وكله رامي صناراته بايه؟ صحيح. بيصطاد. الله اعلم السمكه دي عدت من عليك، دي جات لك، دي ما جاتلكش. بس اللعبه لعبه ارقام، اللعبه لعبه كي بي ايز، اللعبه لعبه بيرفورمانس كل يوم بتعمله عشان في الاخر تلاقي نتيجه. تيجي تقول لي انا ادفع في الليد فلوس كتير بس اضمن انه يشتري؟ كنت انا عملته لنفسي، ما اشتغلتش مع حد. ايوه اشتغلت واشتغل بروكر وانتهى الموضوع. شكرا جزيلا. ما عندي لسان بعرف ابيع انا، خلي بالك. صحيح. فاهم؟ وانا الراجل بقول لك انا في السوشيال ميديا هو بقى لي 12 سنه. لو في اي طريقه في الكون حد ضحك عليك بيها وقال لك انا هديك ضمان على الليد انه يشتري، ده بيضحك عليك.